هل الخمس تمارين دول راحت عليهم خلاص، خاصة بعد انتشار مجتمع الساينس بيزد؟ ما تفهمنيش غلط، أنا مش ضد التمرين بالعلم نهائي، أنا بس ضد التحيز الأعمى لأي جانب بدون إنك تشغل عقلك. اول تمرين هو الرفرفه بالجانبي بالدمبل. كله هيقول لك الكابل احسن عشان التنشن هيفضل معاك من تحت لفوق. ده كلام جميل، بس برضه الدمبل هيديك التنشن في النص وفوق في اخر الحركه، وطول ما انت بتتمرن باداء سليم وبتوصل للفشل العضلي فكده كده العضله هتتطور. تاني تمرين هو البايسبس كيرل بالدمبل. ممكن تمرن الباي كده او كده او كده، بس صدقني مهمه الباي الاساسيه انها تقفل مفصل الكوع. فلو في شكل من دول هيحقق لك نتائج اكبر من التمارين بالدمبل الحر، فصدقني الفرق هيبقى اصغر مما تتخيل. فما تتعبش نفسك في التجهيز للتمرين وتسحم الجيم والعب بالدمبل. تالت تمرين هو الترايسبس بوش داون بالمسطره. لو انت ريستك بيرتاح في القبضات المختلفه مفيش مشكله انك تلعب بيها، لكن لو القبضه بالمسطره مريحه بالنسبه لك فهي ممتازه جدا للتراي. وعلى فكره انا بلعب بالشداد الترايسبس كروس بادي بوش داون، وهي زاويه جميله للعضله الطويله، بس التراي مش هيحصل لها ضمور لو لعبت بالمسطره. رابع تمرين معانا هو العقله. ناس كتير بطلت تلعبها علشان مش هتديك الثبات اللي بيبقى في باقي تمارين الظهر، لكن ده عمره ما هيغير ان العقله من اعظم التمارين اللي بنت ظهر لاعظم ابطال في المجال، ومنهم انا شخصيا. كل اللي عليك تعمله تلعب بأداء مظبوط، ومع الوقت ممكن تبدأ تزود عدات أو حتى أوزان وتتفرج على ظهرك بعد كده. وأخيرا التفتيح بالدمبل في الصدر علشان ما فيهوش تنشن في جزء الانقباض والدمبل فوق صدرك. طيب ما يبقى كده التجميع بالدمبل ملوش لازمة، ولا السكوات ولا الديد ليفت ولا الشولدر بريس بالدمبل. كل دول التنشن بيقل في آخر الانقباض. ومش معنى إن أي تمرين المدى الحركي بتاعه بيشد في نقطة وبيقل في نقطة يبقى كده ملهوش لازمه، طالما بيحرك العضله المستهدفه وقادر تتطور بالاوزان فيه وتوصل للفشل العضلي او قريب منه، وكمان مش تعبك في اي مفصل، يبقى التمرين ده ممتاز. التزم بالاساسيات وتطور فيها، وصدقني هتخش بيها نادي العمالقه. ولو أنت أو أنت محتاج برنامج تدريبي مناسب لمستواك الرياضي ومخصص لنظام يومك، ابعت لي على الخاص أو رقم الواتساب في البايو.